ما انا اكيد مش هجيبها غاليه وارميها. طبعا كلنا بيصادف معانا ان احنا نجيب بطيخه وما تطلعش مسكره، ده اللي حصل معايا، جبت بطيخه وما كانتش افضل حاجه. فبصراحه اللي اقترح عليا الاقتراح ده بنتي الصغيره رسيل، طبعا تليفون في ايدها فشافت الوصفه دي فهي اللي طلبتها مني بصراحه. فتعالوا بقى كده في الاول نسمي الله كده ونصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وتعالي بقى اقول لك لو البطيخه بتاعتك طلعت مش مسكره ازاي تعملي منها احلى ايس كريم. هتجيبي البطيخه بتاعتك وهتقطعيها من النص، وهتداير اللي انت شفتيه ده كده هتفرغيه من البطيخ وهتركنيه على جنب، والبطيخ بتاعك هتدخليه الفريزر لحد ما يبقى مجمد معاكي ويتجمد بالشكل ده كده. هتطلعيه من الفريزر وهتنزلي فيه بالكبه مع معلقتين اتنين من الكريم شانتيه ومعلقتين اتنين من العسل الابيض، ممكن تستبدلهم بسكر بودر او ممكن تضيفي الاتنين، ما فيش اي مشكله خالص. هتضربي بقى الكلام الحلو ده كده في الكبه، اتعاملي معاه زي معامله اي ايس كريم فاكهه انت بتعمليه لحد ما ينعم معاك ويبقى القوام بتاعه بالشكل ده كده. ممكن تمام كده بقى عندك ايس كريم جاهز. حابه بقى تعزي اللون كده هتنزلي بنقطتين اتنين طعام احمر، طبعا اللون ده صحي. واضربي بقى يديكي بس لون ايس كريم البطيخ بالشكل ده كده. هتجيبي بقى الداير بتاع البطيخه بتاعنا وهتحطي فيه الستيكس بتاع الايس كريم ده، بتتباع عند اي حد بيبيع مستلزمات حلواني. صينيه مدوره بقى وهتحطي تحتيها كده كيس تلاجة او تفردي ستريتش زي ما انا عملت، وهتنزلي بالايس كريم بتاعك. وطبعا عشان يدينا شكل ايس كريم البطيخ او شكل البطيخ هنزل كده بشويه من الشوكولاته الشيبس بالمنظر ده، وهدخلها الفريزر وهسيبها لحد ما تتجمد معايا. هتاخد معاكي تقريبا من 4 ل6 ساعات، المهم تسيبيها لحد ما تتجمد بالشكل ده كده. وقطعيها بقى وبقى عندك احلى ايس كريم بطيخ عملتيه جميل جدا والولاد حبيته قوي. وكمان باقي الكميه اللي عندي عملتها في الايس لولي ده كان عندي، لو ما عندكيش هتحطيه في اي علبه من علب التلاجة وتعملي كده بمعلقه الايس كريم وتاكلي احلى ايس كريم بطيخ في الصيف ده. يا رب الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم، وما تنسونيش بقى بلايك وفولو لو الفيديو عجبكم.